السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تعالَ أقول لك على كام طريقة تحافظ بيها على عربيتك لو هتركنها في مكان مجهول أو خايف إن هي تتسرق منك، وخصوصًا لو العربية بتاعتك دَوّر كده دَوّر، ما دَوّر، دارتش؟ دَوّر بس. كده ما بتدورش صح؟ طيب بالنسبة للعربية الفيرنا دي الفيشة بتاع نفس المارش. اللي بكهربا؟ دور كده. طيب دي فيشة المارش، دَوّر كده، دَوّر دور. العربية، شاور العربية. كده العربية دارت تمام. يبقى دي كده لو أنا عايز أفصل المارش، لو أنا راكن في عربية في مكان وعايز أفصل المارش، الفيشة دي في عربيات الفيرنا. طيب بس ده لو بطلتها دلوقتي هو خلاص المارش العربية هتفضل داير. طب أنا عايز أبطل العربية خالص زي ما في هنا حاجة اسمها الفيول بامب. تمام. لو أنا شلت الفيوز أو شلت الكتاوي ده، هنا الكتاوي ده شلت بتاع الترومبة، العربية هتفصل معايا. يعني هنا مكانه اهوت، ده رقم كام؟ 2 1 2. شيل كده العربية كده اللي يحصل، زود كده العربية، بطلت العربية لأن كده قطعت البنزين عنها. حاجة تالتة، ممكن أفصل فيش الكرنك نفسها، وكده العربية هتديني مارش ولكن مش هتكمل دوار، هيبقى فيها مارش بس. يبقى أنا لو عايز أفصل العربية من جذرها خالص أنا كده بقفل المارش كده أفصل. ولكن العربية مانوال فممكن أي حد يديها غيار أو يعشاها ويزور العربية فتشتغل عادي، والأفضل إن أنت ممكن تفصل فيش حساس الكرنك أو ضغط رمبة البنزين. نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.